ازيكم يا ولاد؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هعمل لكم ايه بقى؟ ان شاء الله هنعمل فطير بالسمنه البلدي. والله العظيم. خليكم معايا بقى عشان تشوفوا التكات والحركات بتاعتي وتشوفوا الفطير بتاعي يبقى عامل ازاي. يلا نعجن الفطير. بسم الله. بصوا الاضاءه بتاعتي يعني مش قوي، بس يلا شغلي. السكر يا ولاد تمام اهو. بصوا، اول حاجه هعملها معاكم اهو العجينه الفطيره بقى. الاضاءه بتاعتي حاسه ان الاضاءه مش مظبوطه، بس عادي. اول حاجه هحط ميه، مش هكتر ميه، ولو عوزت ميه هحط ميه تاني. واحط ايه كمان؟ معلقه زيت. ده زيت زيتون يا ولاد. وهحط ايه كمان؟ هحط معلقتين سكر. احط معلقتين سكر. وهحط ايه كمان يا ولاد؟ هحط ايه؟ معلقه ملح. وهندخل في الموضوع على طول. الدقيق بتاعي بقى اهو. طبعا هو مدخول في الكيسه بتاعتي. اول حاجه بقى اعملها هقلب كل ده ايه، هقلب كل ده زي ما انتم شايفين. هقلب السكر في الملح في الميه في الزيت. وبعد كده هعمل ايه بقى؟ هروح واخده الدقيق اهو. الدقيق بتاعنا اجمل اكله في الشتاء اكله الفطير. انا بحب الفطير اصلا موت، بس بصراحه انا بجيبه من بره ما بيبقاش ايه، ما بيبقاش طعم البيت طبعا ولا طعم الفلاحه ولا كده. ليه؟ لانهم عاملينه مثلا بسمنه بقى عاديه، عاملينه بزيت كده. واروح ايه مقلبه الدقيق بتاعي والميه بتاعتي. طبعا مش هكتر ميه عشان ايه ما يبص مني. انا كل ما عاوز ميه كل ما عاوز ميه كل ما ايه، كل ما احط له ميه. لا ده احنا شاطرين قوي اهو. بصوا طبعا انا مش بصوا ده 2 كيلو دقيق، ده 2 كيلو دقيق ماشي. فانا طبعا مش هعمل 2 كيلو دقيق مستحيل كلهم، تمام. فانت ايه، انت بقى انتوا راحتك يعني. فانت على قد الكميه اللي عندك، على قد الافراد، انت بتعمل على قد الافراد اللي عندك. هعجن الفطير بتاعي ببعضه زي ما انتوا شايفين اهو يا ولاد. كل ما الدقيق يعوز ميه اديله، كل ما الدقيق يعوز ميه اديله. وهخلص عجن وارجع لكم تاني. ودي شكل العجينه بتاعتي اهي، شكل العجينه بتاعت الفطير بعد ما خلصت. شايفين؟ هات العجينه. انت بتجيب منين ايه العجينه؟ شايفين؟ بص كده العجين، بص العجين باين. هقطعها بقى وايه من الصينيه. بسم الله ما شاء الله. تمام. ام حسن ابو علي، بس انا هروح والنبي. بس اقطع انا جايب عجله جديده. خلصت الفطيره يا ولاد وايه، وهقطعه على الصينيه بتاعتي. بصي دي احسن من الصينيه كده. طب يلا والنبي. خلاص يا اخويا الشارع اعمله كده. طبعا انا هعمل الفطير بتاعي صغير، مش هعمل فطير كبير علشان انا مش عندي صينيه، مش عندي صينيه كبيره. انا هعمل ايه يا ولاد بقى يا حبايب قلبي؟ شوفوا الفطير، وريهم يا ده الفطير يعني. شايفين الفطيره؟ احنا ما بنهزرش، بس يا احسن ما تعكش. دي هتبقى حجم الفطيره بتاعتي. واقطع الفطير كله بقى وايه، وارجع لكم تاني. السلام عليكم. شايفين الفطير بتاعي يا ولاد؟ بعد ما خبزت الفطير بتاعي وعجنته، امسك الصينيه حسن عشان مش عارفه اسند اصلا.
بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. النهارده يوم الفطار بقى يا ولاد الفلاح، اللي هو ايه بقى؟ السمنه البلدي. وبالصوت والصوره قدامكم، صح يا حسن؟ لا ده احنا جامدين قوي قوي قوي. حسن بتاعته اهو، شايفين؟ انا عاملين 5 فطاير يا ولاد، حوالي يعني ده مثلا حوالي ايه 2 كيلو الا ربع. الله والنبي. ده الفطير بتجيب ايه؟ الفطير هيقع واحد. لا انا مش عايزه اسيبهم بالبركه. خلاص هاتي يا حسن. شايفين يا حبايبي؟ اهو الفطير بتاعي اهوت عملته، هسيبه حوالي نص ساعه يرتاح، وبعد كده هنشوف هنعمل فيه ايه. يا سيدي 2000 يا سيدي. افصل مؤقت بقى، افصل مؤقت. ودلوقتي يا حبايبي بعد ما عجنت الفطير بتاعي هعجن قرصتين. معايا نص كيلو زبده بلدي، هاخد ربعها عشان ايه؟ هسيب الباقي للفطير. ماشي، هسيب الباقي ايه للفطير يا وليه. حط ربع كيلو ايه سمنه بلدي فلاحي. وحطيت على ربع كوبايه زيت زيتون. قطط بقى، بصوا مش عايزه اقول لكم. بصوا هضرب الزبده بتاعتي اهي، هضربها كلها كده. انا كنت جايبه امبارح كيلو لبن حليب عشان اغليه عشان نشربه فقطع معانا، فقلت ايه حرام مش هرميه. قلت بما ان بقى ايه يعني ايه، كنت جايبه زبده بقى وكده، قلت خلاص ايه نعمل قرصتين ونعمل فطيرتين. بصوا يا خدي، بصوا تضربها قوي 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 كده. بصوا ضربتها قوي، هي اصلا عشان كانت بحراره الغرفه، فهي ايه اللهم صل على النبي سايبه يعني. واعمل بقى احط على اللبن. بصوا انا مكترش اللبن، بس كل ما الدقيق بتاعي يعوز لبن فانا بحط له. ليه بقى؟ علشان ايه؟ عشان اللهم صل على النبي ما يبقاش طري معايا يعني، العجينه ما تبوظ يعني. ومعاك السكر اهو. فانا قلت نعمل قرصين بقى تراي، بما ان ايه عملت فطير وكده، عجنت الفطير يعني وكده. وحطيت يا ولاد معلقتين سكر صغيرين، وهاخد حوالي معلقه ملح برضه، وربيته كله في بعض اهو. اللهم صل على حضره النبي. وبعد كده اعمل ايه بقى؟ ايه، هحط الدقيق بتاعي اهو. الدقيق بتاعي حوالي كيلو الا ربع، كيلو الا ربع اهو، عشان كانوا 2 كيلو دقيق. عملت ايه فطير، هاخدهم كلهم كده اهو. بصوا لما السمنه بتتربى بتبقى قراص طريه، ماشي. لما السمنه بتتقدح على البوتاجاز قوي بتبقى ايه ناشفه. فانا بما ان احنا في البرد وكده، فانا عاملاها طريه نغمس بيها شاي بامر الله، عشان خاطر العيال ايه تصحى تروح المدارس كده، فاعمل لهم مثلا كوبايه شاي كوبايه لبن، بتبقى جميله قوي. ولما انت بقى يكون عندك طلبات في البيت فما بتكلفكش كتير. انا كان عندي الدقيق بصراحه كنت جايباه من السوق، دقيق غله. الدقيق ده دقيق غله على فينو يعني. انا قلت له اخلط لي، حط لي كيلو ونص غله على نص كيلو فينو استرال يعني. القطط عندي يعني ما شاء الله. لا يا كوكي اطلعي بره يا كوكي، احنا مش فاضيين. وعندي ايه اللبن اهو. وهعجنهم في بعض يا ولاد. وايه، وهعملهم طريقه كده مدوره، راس مدوره كده. بصوا الشرش، انا واخد الشرش بتاع اللبن اهو، علشان انا فضيت اللبن في الكنكه عشان اغليه وراح رب معايا. فانا كان عندي ايه حوالي نص كيلو حوالي ربع كيلو لبن حليب في الكيسه، وخدت الشرش بتاع اللبن اللي كان في الكنكه.
عجنتها في بعضها. بس اوعي تنسي بقى ايه البيكنج باودر. معايا البيكنج باودر اهو في الاخر بقى بعد ما العجينه بدات تلم. بصراحه انا محتاسه يا ولاد في التصوير وربنا محتاسه. حبايبي بنتي في المدرسه لسه ما جاتش وسايبانا لوحدي. معايا البيكنج باودر، خدت كيس بيكنج باودر. لو انت عايزه تحط نص كيلو مفيش مشكله، نص كيس مفيش مشكله. ومعايا الخميره الفوريه، مش هاخد كتير من الخميره. ليه؟ لان لسه معايا الفطير بتاعي هخبزه، فانا حطيت كيس الخميره كله فهتخمر بسرعه، وانا مش عايزاها تخمر بسرعه، انا عايزه اعملها بعد الايه، بعد الفطير. فهاخد حوالي معلقه صغيره اهو، حتى حوالي معلقه صغيره مش اكتر. هقلبها في بعضها كلها بقى اهو. هي العجينه خلاص بدات تلم معايا. عايزه اقول لكم ريحه العجينه ما شاء الله. ليه بقى؟ عشان انا عاملاها بزبده بلدي. كنت في السوبر ماركت هنا امبارح، عندنا السوبر ماركت عندنا في البلد، فانا ماشي ايه في السوبر ماركت لقيت عنده زبده في التلاجة. فبصراحه انا بخاف اجيب الزبده من بره لانها بتبقى مغشوشه، فانا شميت ريحه الزبده عرفت ان الزبده ديت حلوه بصراحه. فسالته قلت له الزبده دي حلوه؟ قال لي جميله. قلت له على ضمانتك؟ الله. فعلا انا جبت الزبده وما رضيتش اسيحها، سبتها لتاني يوم. قلت لو الزبده دي فضلت تاني يوم ونزلت ميه كتير يبقى الزبده دي مغشوشه، ما نزلتش ميه. اصلا ريحتها بتبقى باينه يا ولادي، يعني ريحه الزبده الفلاحي بتبقى باينه اهو. شايفين العجينه بتاعتي؟ معلش بقى مش عارفه اصور لكم عشان خاطر انا بصور لوحدي اهو. شوفوا خلصت في ايدي خالص ازاي. لما العجينه تخلص في ايدك خالص كده اعرف ان العجينه ايه، ممتازه يعني ما شاء الله. انا هسيبها تريح بقى نص ساعه يا كمان على ما حابه بنتي تيجي، لان بصراحه مش عارفه اصور. فانا حاسه ان انا ايه، حاسه ان انا بضيع يا وديه. بس ما شاء الله العجينه بتاعتي سابت ايدي اهي. شوفوا العجينه بتاعتي بقت عامله ازاي. شوفوا ايدي اهي. انت عارف ان العجينه بقت حلوه ايه اهي. ما شاء الله ريحتها تحفه تحفه ما شاء الله. هسيبها بقى ترتاح يا ولاد نص ساعه على ما اروق البيت، يعني اروق حته مكاني كده بصراحه، لان ايه ما اعرفش اقعد في المكان هو كده. على ما حابه بنتي تيجي بقى ونشوف هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. ودلوقتي يا حبايبي العجينه بتاعتي هنكور بقى القرص بتاعتي اهي، على حسب ما انت عايزاه. انا عشان اعملها مدوره انا هعملها ايه شبه الكحك كده. انا عايزاها، انا بحبها مدوره كده مثلا، يعني ايه حلوه على قد الشيء. عاملة طويل اهو. هنكور العجينه دي كلها زي ما انتم شايفين كده اهو، وهرجع لكم تاني. الله الله على ريحه زمان يا ولاد، الله فكرنا بايام ايام الطفوله. شايفين والله العظيم الواحد شم ريحه زمان في القرص دي، اقسم بالله في الفطير ده. دي بقى بتاعت الايه، بتاعت الشاي اللي هي بتبقى الطاوله دي يا ولاد اهي. بس جميل. طعمها طويل اوي يا حلو. والله حلو جميل. بس بتاع الشاي بتبقى مكعبات والله. اللي احنا بنجيبهم طبعا. فاكرة يا ماما احنا كنا هخلص وارجع لكم. زي ما انتم شايفين يا ولاد انا قطعتها كده واروح جايه كده زي ما انتم شايفين يا ولاد اهو، واروح ايه مقسمها كده. دي بقى قرص الشاي طريه. انا عامله القرص دي طريه لان انا ما سيحتش السمنه بتاعتي، الزبده بتاعتي ربيتها. فلما تبقى عايزه السمنه، عايزه القرص طريه ما رب السمنه اهو زي ما انتم شايفين. دلوقتي يا حبايب قلبي
انا عملتها اهي. دي بقى ايه يا ولاد؟ دي حلاوه بالنوتيلا، جايباها من السوبر ماركت. فانا هعملها الليالي ايه كده، شايفين؟ واروح مقفلاها اهو علشان خاطر النوتيلا بتاعتي ايه ما تخرجش. شايفين؟ مش هعملها كلها بس انا هعمل على قد الولاد يعني. واقفلها خالص كده انت واسيبها. ممكن تغلط ليه؟ كده. واسيبها تهدى شويه كده. شويه يا ولاد جميله. بصوا انا عارفه انها تبقى ان شاء الله هتبقى حلوه مميزه يعني وجميله. لو انتوا عايزين تحطوا فيها عجوه عادي تبقى حلوه برضه. اهو همسكها كده اهو. شايفين يا ولاد؟ دي بقى ايه؟ دي اللي انا حاطه فيها النوتيلا بالحليب، ماسكه نفسها ازاي ومتماسكه. شايفين؟ دي القرص بقى ايه المدوره بتاعتي اهي، ودي قرص الشاي زي ما انتم شايفين كده. ما عادش معايا غير الاتنين دول بس، وبعد كده ايه هنعمل الفطير بتاعنا. بس بصوا يا ولاد بقى، دي الزبده اهي، بس بالذات شويه ميه صغيرين كده، فانا صفيتهم وهنزل بقى هنا ايه بالزيت. هنعمل ايه بقى؟ احنا خلصنا القرص بتاعتنا طبعا. ولا دي زي ما انتم شايفين طبليه على قد ما هستخدمها اهو. حط زيت عشان ايه؟ عشان العجينه بتاعتي متلزقش معايا. شايفين شكل القرص؟ زي ما انتم شايفين العجينه بتاعتي الفطيره بتاعتي اهي ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. شاطره يا ولاد، شايفين يا ولاد الشطاره والشمنله؟ خليكي شاطره كده. شايفين؟ نوع من أجدع. معرفش. صلى على النبي، صلى على النبي كده في قلبكم. شايفين؟ هتخفي الفطيره بتاعتك خالص كده اهو عشان تبقى مورقه. تركز على ايه؟ على الاطراف بس. احلى فطير يا ولاد، وكفايه ان احنا عاملينه في بيتنا، وكفايه ان احنا عاملينه على ايدينا. شايفين يا ولاد الزبده الفلاحه يا ولاد؟ طب ما تعملها بالفرش. شايفين الزبده مش تبقى حلوه؟ لا شايفين؟ احلى فطير فلاحي من أم حسن. ممكن تاكلوه من ايد الست ام حسن. اهو بصوا سيدي. انا ايه بفرد فيها ده عشان تبقى ايه مرقه معايا. ان شاء الله احنا فطير ان شاء الله تاكلوا من ايدي يا امي. بقول انا وشفا اللي هياكل واللي بيشاهدني. شايفين؟ شايفين؟ بفضل اورق فيها واحط زبده. كل ما تحطي زبده كل ما تورق معاكي. شايفين؟ شوف انا عملتها كام طبقه. كام طبقه بقى انا قلت اعمل فيها كام طبقه اهي. حط زبده على الخفيف كده. ليه بقى؟ لان الزبده بتخليها ايه تروح معاك كده ايه.
شوفي عملتها كم طبق يا حبيبي؟ ان شاء طبق الله طبق ان شاء الله. هتطلع جميلة. كلم القطة بتعملك كده. قطتين طبق. خلاص؟ لا شايفين يا اولاد؟ خلاص كده انا ايه؟ قفلت العجينه بتاعتي. هسيبها ترتاح نص ساعه. شايفين يا حبايبي القرصه الفطيره الفطيره بتاعتنا اهي. انا مش عاملاها كبير، انت لو عايزه تكبريها فايه فانت كبريها بمعرفتك يعني. او هدي وشها زبده بلدي، انا عاملاها بزبده بلدي وبزيت زيتون. بس المكان اهو. اهي شوفوا الوش بتاعي يا ولاد اهي ما شاء الله. انا عاملاها كده صغيره كده مش عايزاها كبيره بصراحه. بس والباقي بس لما تيجي تحطها تلزق بسرعة. وصلت؟ طلعت لها من تحت ومن فوق وهسيبها بقى ايه تستوي. لما تستوي اوريكم شكلها. بس ما تقفليش قوي. شايفين شكل الفطير يا ولاد لما طلع؟ ما شاء الله اللهم صل على النبي. دي بقى احنا ايه ساعة تعمل ناكل فيها تحفة. وادي القرص يا حبايبي في الفرن اهي ما شاء الله اللهم صل على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اهي ما شاء الله. وده شكل الفطير بتاعي بعد ما خلصت اهو. ودي القرص الطريقة بتاعتي اهي. القرص ده انا حاطه فيها نوتيلا جميلة. شوفوا ما شاء الله. شوفوا شو جميلة جميلة جميلة. شو تحفة ما شاء الله.